سلام، كي عشيتوا؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفه قنبله في البنه وحتى صحيه، واللي هي الدولمه تاع كابويا والفلفل والطوماطيش ومحشي تاع الكرنب. المهم هنا بديت بالكابويا، كنت نغسل فيها تري بيان، ومن بعد قشرتها. ايوا كي قشرتها مشيت تاني عاود نغسل الفلفل. غسلت شي فليفلات، شوفوا على حسب العدد الافراد تاعكم. حنا كان بينا هنا بزاف، على بها كثرت الماء، كثرت الخضره. وهنا عاود درت طوماطيشات يكونوا ماذا بيكم صغار في الحجم تغسلوهم. وهنا كان عندي الورق تاع الكرنب كنت نغسل فيهم. ماذا بيكم تسيو ما تفتوهمش كي تكونوا تحلوهم، انا شويه جاوني عاصين كنت بالسيف باش حليتهم. هنا هذه الكابويه بعد ما قشرتها وخويتها من داخل. الفلفل تاني قسمته على زوج وخويته من هذاك العروق نتاعه، والطوماطيش خويتها تاني من اللب تاعها، سورتو داك اللي جاي شايخ. من بعد درت كاسرونه فيها البصله والطوماطيش يتقلاو. وهنا جبت كفته والرز، توابل درت الملح، كمون، سكينجبير، فلفل كحل وثوم ربع وصوص طوماط والزيت والقزبر. نفس التوابل زدتهم على داك البصله والطوماطيش اللي كانوا يتقلاو في هذيك الكاسرونه. ايوا من بعد زدت عليهم شويه جامبو وزعفران والماء الطايب سخون حامي. المهم حركوا هكا شويه شويه حتى يمتزج هذاك المكونات، ديك الخلوطه الجلوطه. من بعد بقاو تعمروا الكابويه تاعكم وحطوها كيما حطيتها، والفلفل تاني. هذه الحشوه تاع الكابويه والفلفل باسكو يعطلوا في الطياب. درت لهم الرز عايش ماشي مسلوق. ومن بعد ما ذقت بالماء الحامي وزدت عليهم داك القرن تاع الفلفل الحار باش يطلق البنه. من بعد مشيت للحشوه تاع الكرنب والطوماطيش. درت الرز مسلوق، لازم يكون مسلوق. زدت عليه كفته تاع الدجاج. من بعد زدت مغرفه هكا تاع لاصوص طوماط، تكون معمره غايه تاع لاصوص طوماط. انا تعجبني كي ندير لاصوص طوماط في هاد الحشوات هكا. من بعد زدت كمون، تقريبا نفس واش درت في تاع الفلافل، نفس واش درت في الحشوه اخرى. كمون، سكينجبير، فلفل كحل، ثوم غبره. ومن بعد شويه زيت والقزبه، كثر القزبه باش تجي بنينه. عاود في هذاك البصله والطوماط كنت قليت ودرت عاود نفس التوابل وزعفران وكل شيء. ومن بعد زدت شويه ما طايب وخلطت. ومن بعد عمرت داك الطوماطيش بهذاك الحشوه، عمروها غايه. ومن بعد عاود مشيت نعمر داك الحبيبات تاع الكم هنا قلعوا له الجدره تاعه هذيك اللي غليظه، شوفوا كي يسموها، انا قلت لكم الجدره. المهم هذه قلعوها باش ما تجيش خشينه. من بعد متلوه لكم غايه، لويو الحبيبات كيما راني ملويه، مرقوا بالماء الحامي طايب. ايوا ومن بعد ديروهم يطيبوا. هذا تاع الكم ما تكثرولهش الماء ويطيب بالخف، ما يبطاش كيما الاخر تاع الكابويه والفلفل. المهم هنا جيت نوريكم هذاك الحشوه تاع اللي تشت لكم على الكابويه واش ديروا بها. انا درتها كيما والله ما على بالي كيفاش، المهم كيما الفلفل هكا تغمسوا فيها. هذيك الكابويه قليوها هكا في الزيت، وبعد عاود هذاك اللوب تاع الطوماطيش اللي قلعتوه زيدوه عليها. ايوا بعد قليوهم غايه، زيدوا شويه ملح. ايا خليوها تجمر وهاليكم كي جات. المهم ما تكثرولهاش الماء بزاف وخليوها طيب على المهل هكا. غادي المرقه تاعها تجيكم خاتره وتجيكم بنينه، سورتو كي طيب على المهل. داك الروز يطيب، كل شيء يطيب، وتا حاجه ما تفرتك لكم، كل حاجه تقعد في بلاصتها تجي. انا هاد نوع تاع الاكلات نموت عليهم ونديهم ميم في رمضان. هذه تاع الخلكم والطوماطيش تاني هي تجمرت، وهذه شربت الروا تاعها بلوس على اخرى. وعلاش قلت لكم الرز يكون طيب احسن باش بالخف طيب لكم وما تفرتكش. وهذا المنظر في الاخير كي جبت. وكنت هكا نسقي شويه بلاصوص، شفتو حنا الشعب الجزائري نبغيو نغمسو. المهم هاد الاكله ممتازه وصحيه. انا كي كنت ندق كنت نقول خاصني نختار واحده منهم هي اللي تولي تعجبني كاع اكثر وكثر. المهم دقت الكابويه، عاود دقت الطوماطيش، عاود تاع الفلفل، عاود تاع الكم. حاصل ما قدرتش نفرق بيناتهم، كاع جاوني بنات. مش عارفه غير انا، مع ان انا نبغي الخضر، انا نبغي بزاف الخضر. المهم هاد الاكله، هاد الوصفه جربوها وما تندموش. وهنا جيت نوريكم هذاك الطوماطيش واللوب تاع الكابويه اللي شحرتهم مع بعض. تحطوهم هكا في زلافه. ايوا تزيدوا عليهم من الفوق شويه تاع زيت الزيتون، تطلق فيهم واحد البنه تجي حصل. سيوها ودوك تشوفوا وردوا عليا في لي كومونتير وقولوا لي كي جاتكم. وما تنساوش تخليوا لي اعجاب. تهلاو في رواحكم، في الامان.